هاي جايز. تشاو جايز، اليوم اول Q&A. جايز صرنا 8 اشهر فاتحين قناة ولا مرة عملنا اسئلة واجوبة على قناتنا. اليوم قررنا نعملكم اسئلة واجوبة. طلبنا منكم من فترة بفيديو مش من زمان نزل على قناتنا تكتبوا لنا كل الاسئلة اللي بتخطر على بالكم بالكومنتس، واليوم اخترنا من هودي الاسئلة اكثر الاسئلة اللي انعادت واكثر الاسئلة اللي انطلبت منا، ورح نجاوب عليها لو شو ما صار. كل الاسئله رح نجاوب عليها، كل الفضايح، كل الاسرار، ما رح يضل في شيء. قبل ما نبلش اشتركوا بالقناه، سبسكرايبوا القناه وفعلوا الجرس وهاتوا كثير لايكات. اول سؤال معنا من فطومه. جي سي، انت كيف تعرفت على ماريكا؟ هودي سؤالين فطومه باي ذا واي. وليش تزوجت من اجنبيه مش من صبيه لبنانيه مثلا؟ اوكي. This is for you. For me. اول شيء كيف تعرفت انا وماريكا على بعضنا؟ نحن جاوبنا على هيدا السؤال باول فيديو لنا على القناه من بيت سوبر فاميلي، بس رح نرجع نقول لكم اتس اوكي لكل واحد جديد على القناه. نحن كنا نشتغل بالطيران انا وماريكا، وتعرفت عليها باول سفره لها لماريكا على هيدي شركه طيران انا كنت اشتغل فيها كمان. تعرفت عليها باول سفره وكان حب من اول نظر. ليش تزوجت من صبية أجنبية ومش صبية لبنانية؟ أول شيء مع احترامنا لكل الجنسيات ولكل اللبنانيات ولكل البنات اللي بتجي من جميع أنحاء العالم، بس بالنسبة لإلي الحب ما له جنسية وما له عمر. يعني أنا لمن شفت ماريكا الدنيا حلوت بوجهي وطلعت فيها وقلت إنه هيدي الإنسانة رح تكون لإلي وبدي إياها لو شو ما صار. وبتصور انه هيك بيكون الحب، يعني العالم بتشوف بعضها وبتقول انه هيدا الانسان رح يكون لإلي وهيدا الانسان بشوفه انا مكفى معي كل حياتي، وهيك صار معنا. السؤال الثاني من ليلى العمري، متى تزوجتوا؟ بفالنتاين. ب 14 فبراير تزوجنا، وكان شيء كثير منيح لإلي اكيد لانه بدال الكادوين صرت جيب كادو واحد. Excuse me؟ هلا I want 2 gifts. تكرم عينك. 10 جيفتس 10 جيفت، عم نمزح. اوكي جايز، السؤال من ملك عمرية بتسألنا هل رح تنزلوا صور فيديوهات حفلة زفافكم؟ وشي سينج اكيد ماريكا كانت مثل الفراشة بالفستان الابيض like a butterfly. Oh thank you مالك. Love you, you're so sweet. اوكي جايز، بالنسبة لصور زفافنا وفيديوهات زفافنا اكيد رح نحضر لكم شيء كثير مهضوم وكثير لذيذ لنفرجيكم اياه، بس بالوقت المناسب. يعني ترقبوا ننزلكم شيء عن زواجنا وكيف تزوجنا وين تزوجنا وامتين، بس بالوقت المناسب. سؤال من جورجيا سعيد بتسألنا جي سي، حبيت حدا تاني غير ماريكا؟ اكيد لا، أنا ولا ممكن حب حدا غير ماريكا. ماريكا هي حب الأول والأخير. بس السؤال كمان من جورجيا، حبيتي حدا تاني غير جي سي ماريكا؟ أنا؟ أكيد لا. أوكي. السؤال اللي بعده من هدى بتسألنا ليش رحتوا على مصر وعشتوا مع سوبر فاميلي وانتوا عندكم بيت بدبي؟ اوكي هين كثير السؤال. اول شيء سوبر فاميلي هن عائلتنا ونحن كثير بنحبهم. رحنا على مصر لانه قررنا ناخذ فرصه سنه تقريبا من شغلنا وما كنا عم نشتغل، ورحنا على مصر كرمال نقضي وقت مع عائلتنا مع سوبر فاميلي، وخاصه مارفل وفادي اللي هن يعني شقفه من قلبي. ويعني بحكم شغلنا روحت كثير وقت ما قدرت اشوفهم، سو حبيت انه نكون عم نقضي اكثر وقت معهم. صراحه نحن ما كنا مقررين انه نعيش عند سوبر فاميلي بالبيت، بس نحن قررنا انه نروح نقضي تقريبا شهر عند سوبر فاميلي ونشوف الاولاد ونقضي معهم وقت. بس لانه رحنا لهونيك وكلكم طلبتونا نفتح قناه على اليوتيوب، قررنا نفتح قناه على اليوتيوب وقررنا نبقى عند سوبر فاميلي حتى هيك نصور سوا ونقضي ايام سوا اكثر، وهيك صار. يعني السؤال من فيدال، سؤالين اكشلي سالت. لإلي اول سؤال لجي سي، ليش ما بتقص شعرك يا جي سي؟ You don't like؟ مش حلوين يعني؟ شو القصة؟ لا صراحة انه معقول انا يجي نهار وقص شعري، بس بالوقت الحالي يعني حابب طولهم شوي وهيك، هذا ستيلي هلا بالوقت الحالي، بس انه معقول قص شعري يجي يوم مظبط شعري، بس انه ليش يعني مش حابين لشعرات؟ كمان اكتبوا لي اذا حلوين شعراتي ولا لا. سؤالنا ماريكا هلا،
ماريكا، لون شعرك اشقر حقيقي؟ اكيد 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 لون شعرك حقيقي؟ Yes. اكيد. اكشلي جايز وقتها اول مره نزلت ماريكا على لبنان وتعرفت على امي وبيي، Oh my God. عملت فيها ضرب. قلت لها لامي انه اول ما تجي انت تبلشي انه تشوفي اذا لون شعرها طبيعي وشعرها الحقيقي. بقى امي فاتت بالضرب معها، واول ما وصلت ماريكا صارت تشدها بشعرها تشوف اذا شعرها حقيقي، وجبت لها تفاحه تقول لك دشي على التفاحه، وماريكا انصدمت انه معقول يعني هيك عم بيصير، بس كنا عم نمزح حياتي، كنا عم نمزح. سؤال من مها، متى ناويين تجيبوا اولاد بدنا نفرح فيكم؟ هيدا السؤال تقريبا كلكم سألتوه، مش واحد واثنين، كلكم سألتوه. صراحة جايز نحن كتير حابين نجيب اولاد، بس انتم بتعرفوا اكيد انه هيدا الشيء بايد الله، وان شاء الله ببداية 2022 بكون عنا خبر حلو لإلكم وخبر حلو لإلنا، بفرحنا وبفرحكم. شيماء عندها سؤالين لإلنا. اول سؤال، بتحبوا يكون عندكم بيبي بنت او ولد؟ انا ولد. انا بنت. اكيد لانه البنت بتكون اكثر حنونه مع البي، والصبي والولد بيكون اكثر حنون مع الام. بس بالنهايه جايز يعني هيدا الشيء بايد الله، وشو ما اجينا بنت او صبي نعمه كريم. ان شاء الله يجينا بنت او صبي او اثنين مع بعضهم. كمان شيماء عم تسأل، في مفاجأة محضر لنا اياها او شيء؟ في كتير مفاجأة جايز، في كتير مفاجآت الجاية عن جد، كتير شيء قوي. في مش مفاجأة واحدة، كذا مفاجأة، يعني رح تحبون كتير ورح تنبسطوا كتير، بس يعني شوي علينا، انطرونا شوي. واحدة. سؤال هلا من بتول الموسى لماريكا، من 1 إلى 10 كم تحبي جيسي؟ مرات 10. مرات 1. لا شو مرات 1 ليه؟ 10 جايز، دايما 10. قولي لهم 10. 10. ايه برافو. 10. اعطيني 10. اوكي جايز، السؤال هلا من زينة شهوان. هاي زينة. اذا جبتوا بنت شو رح تسموها، واذا جبتوا ولد شو رح تسموه؟ good question. صراحة ما فكرنا بهذا الموضوع، يعني انه ما ولا مرة قعدنا وقلنا شو رح نسمي اذا كان ولد او بنت، شو رح نسمي. انتوا اكتبوا لي تحت. اكتبوا انتوا جايز. اكتبوا تحت جايز بالكومنتس شو معقول يعني نسمي اولادنا، اسامي لاولادنا، طلعوا علينا هيك، وشو معقول يكون اولادنا اساميهم. السؤال من H&M، ما بعرف اذا المحل H&M او اوكي H&M. هاي H&M. لو قالوا بتطلق ماريكا مقابل 90,000 بتطلقها ولا لا؟ 90,000 شو جايز يعني؟ حسب 90,000 punches in your face. لا يا خي، لا ولا ممكن، ولا ملايين الدولارات ولا ملايين المصاري بالعالم كله ما بطلقها. دولار ولا شو؟ سؤال من فاتنة ابو عاصي، عم تسألنا لكم بلد سافرتوا؟ بحبكن كتير، احلى جيسي وماريكا، ونحن كمان بنحبك يا فاتنة ابو عاصي. تفضلي جاوبي كم بلد، لانه ماريكا حطتهم كلهم على الورقة بتكتبهم كلهم. نحن سوا 35. سافرنا سوا جايز على اكثر من 35 بلد، بس نحن بحكم شغلنا كنا نسافر يعني تقريبا برمنا العالم انا وماريكا، كنا كل واحد يسافر كمان لحاله، تقريبا برمنا العالم صح؟ اوكي. ميرا ابراهيم عم تسألنا، في مرة عطست على حدا على قصد؟ لا اكيد يا اكيد لا يا ميرا، معقول؟ السؤال هلا من إيريني سامي، ماريكا عمرك ضربت جيسي؟ لا ولا معقول؟ بس اعمل برانك، بس اعمل مقالب فيها، كسرتني هذيك المرة، شو ضربتني؟ كسرتني. سؤال هلا من رفل احمد، ماريكا بتحبي ام جيسي بس بدها اياك تقولي يس اور نو. رفل يس. بحبه كثير لحماتي. سؤال من ماي كوين، كيفو ابو ماريكا؟ اسمحوا لي انا جاوب، لانه ماريكا ما بتحب تحكي عن هذا الموضوع، وخاصة انه اهلها معقول يكونوا عم يحضروا. بقى خليني انا اخبركم شو عم بيصير. بيا لماريكا جايز كبير بالعمر صراحة، يعني عمره تقريبا شي 85 سنة، حالته يعني مش كثير مستقرة، دايما بحط اكسجين، ودايما بده يروح عنده رعاية بالمستشفى. بقى مشان هيك ماريكا دايما بتشوفوها رايحة على ايطاليا وجاية، ورايحة على ايطاليا وجاية، وان شاء الله يا عمي طولة العمر، ونحن كثير بنحبك. Thank you guys every time for asking about him. سؤال هلا من نصال عبده، هل ماريكا عيونها حقيقية؟ عيونك حقيقية حياتي؟ فرجيهم. حقيقية. هاي.
حقيقية حقيقية يعني صار ولا معقول مش حقيقية. جولي عم تسأل جي سي شو أكتر شيء بتحبه بماريكا، والسؤال نفسه لماريكا شو أكتر شيء بتحبيه بجي سي؟ اوكي بلش أنا ولا أنت؟ انت. أنا صراحة جايز أنا كل شيء بحبه بماريكا، بس أكتر شيء بحبه بماريكا إنها عن جد حنونة وست بيت وبتهتم فيي، وعن جد يعني بتهتم بكتير عالم وبتحب تساعد العالم. يعني هيدا الحنان اللي عندها صراحة مش شايفه عند أي إنسان، وهيدا الشيء بيخليني عن جد كتير فخور كتير فخور. وأكيد أكلة يعني أكلة جايز اللي مش ضايق أكل ماريكا مش ضايق أكل بحياته. دورك ماريكا هلا شو أكتر شيء بتحبي بالجي سي؟ لحظة خليني أعرم خليني هيك أوكي تفضلي. جي سي كتير مهضوم. بس مهضوم؟ مش الاكل. اكل لا بس ما خصه بالاكل مهضوم. هيدا اكثر شيء بتحبي بالجي سي انه مهضوم؟ ماشي. انا عم بحكي عنها وحنونه واسم الله وهي كثير مهضوم بس مش بالاكل. سؤال هلا من لوجي كل العالم صار يعرفوها. هاي لوجي، شو هو اهم انجاز عملتوه انت وماريكا بحياتكم، حققتوه انت وماريكا بحياتكم؟ Travel the whole world together. هيدا انجاز حلو كتير عملناه، يعني انه برمنا العالم انا وماريكا، زرنا كل بلاد العالم تقريبا. واكيد جايز يعني اليوتيوب صار عنا يعني عائلة كبيرة ورانا، وصار في عنا عالم بتحبنا ومنحبها، شيء يعني عن جد بكبر القلب. لوجي كمان عم تسألنا شو هو الحلم اللي بتتمنوا انه يتحقق؟ صراحة نحن بنتمنى عن جد انه يصير عنا ولد، يصير عنا بيبي. واكيد جايز بنحب انه تكبر عائلتنا على يوتيوب كتير، وانه نتشارك معكم كل شيء. We love you guys. سؤال بالانجليزي من ميراندا جريجر، تفضلي انت قري لنا بالانجليزي. Question for Q&A. How did your parents first react when you told them you were marrying someone from another culture? Were they accepting or did they prefer you married someone from your own country? So my parents were really happy. اكيد ولو تفضلوا ليكم الا شر. هن بحب جي سي اكثر من انا. عن جد يعني اهلا بعقدوا جايز، وان شاء الله بيجي نهار وبنعرفكم عليهم وبنروح لعندهم وبنصور بايطاليا. اهلا يعني بحبون كثير وانا كمان كثير بحبهم، وعن جد يعني من اول ما تعرفت عليهم صرنا عائله وكانه بعرفهم من زمان. ولا اكيد بفضلوا انه تتجوزني متتجوز حدا ايطالي يعني او حدا من حالة انا بجي سي صح؟ سؤال من سيدرا من لبنان. سيدرا بتسألنا، هاي سيدرا بتسألنا جي سي وماريكا شي مرة زعلت من ماريكا أو ماريكا زعلت منك وفكرتوا بالطلاق؟ always. شو always؟ عطول انه عادي بنتخانق يعني جايز، مثل كل حيلا كابل بنتخانق على طول، بصير في مشاريع بيني وبينها، بس انه لنيجي نفكر بالطلاق اكيد لا، ولا ممكن يعني نحن بالنهايه عائله ونو واي نوصل لهيدي المرحله. ولو شو ما صار ولو اي خناقه صارت بيني وبينها لماريكا دائما في حل، ودائما بنحلها حبيا، ودائما بنفكر لبعيد انه بالنهايه نحن عائله. صح؟ السؤال الاخير واهدم سؤال، وهيدا انا نقيته شخصيا. كم وزن ماريكا؟ قد ايه وزنك؟ لحظة رجلي، لحظة شوي. ليكو شو جبت لها؟ يلا اطلعي. تفضلي. لا بلا يلا. تانتي باتشي تشاو. شو تانتي باتشي تشاو؟ تعي لهون، وين رحتي؟ طيب يا جماعة هيدي نهاية الفيديو لليوم، إن شاء الله نكون جاوبنا على كل أسئلتكم، بنحبكم كثير، شوفوا فيديوهاتنا الباقية على القناة وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. يلا باي.